اخوتي الرياضيات، اخواني الرياضيين، السلام عليكم. قناه ميسترو معكم مولاي. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على مباراه في الدوري الفرنسي. المباراه كانت مهمه لان الفريقين يعني متقاربين في النتائج، يعني في النتائج ديالهم. يعني المباراه اللي كانت بين موناكو اللي كيلعب فيها بن صغير ومارسيل اللي كيلعب فيها اللاعب ديالنا حريت وواحد مجموعه اللاعبين جزائريين وحده. بالنسبه لهذه المباراه اللي انتهت ب3-0 لصالح موناكو. بالنسبه للاعب، حنا نتكلموا على اللاعب ديالنا المغربي. اللاعب ديالنا المغربي بن صغير تبارك الله الوليد دخل في الدقيقه يعني 68، يعني حصل على النقطه ديال 6 الى 7. يعني لا مباراه ولا 4، داكشي كبير. كان مزيان في هذه المباراه هذه، بحيث ان فريق موناكو كان في المرتبه الثالثه في البطوله في الدوري الفرنسي، وبالانتصار ديالو كيصعد المرتبه الثانيه امام مارسيل كانت في المرتبه الثانيه وهبطت المرتبه الثالثه. يعني مباراه يعني كانت شيقه، فيها تكاك مزيان، فيها لعيب، فيها عدد ديال المسائل اللي يمكن لها. حنا اللي كان تيهمنا هو اللاعب ديالنا بن صغير كان مزيان. حنا هذا هو اللي مهم عندنا، نقطه مزيانه بالنسبه له. كان رغم على انه كان في الاحتياط، ما دخل حتى الدقيقه بحال اللي كنقولوا الدقيقه 68، ولكن الوليد كان مزيان. يعني دار المباراه ولا اروع. وهذا الشيء اللي بان لي النهار معكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.